السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي في الله متتبعي مدونة محترفي النت. إذا قبل كل شيء أقول لكم رمضان مبارك سعيد. وبعد غياب بسبب الامتحانات ها قد عدنا من جديد، وإن شاء الله في هذه الحلقة سأريكم طريقة تحميل جميع ألعاب PS1 أو البلاي ستيشن. إذا كل ما عليك هو الدخول إلى متصفح البحث جوجل، ثم قم بكتابة كيكاس على هذا الشكل، ثم اضغط على الموقع الأول. بعد ذلك سيوجهك لصفحة بهذا الشكل. قم بكتابة هنا PSX على هذا الشكل أحبابي في الله، ثم اضغط هنا على Application. بعد ذلك أحبابي في الله سنقوم بالنزول إلى الأسفل قليلا، ثم سنقوم بتحميل هذا البرنامج. هنا كما تشاهدون البرنامج الرابع، أو نعم الرابع. إذا قم بتحميله عبر الضغط هنا، وسيوجهك إلى برنامج التورنت، والذي سأترك لكم رابط تحميله أيضا أسفل الفيديو. إذا بعد تحميل البرنامج ستجده على هذا الشكل. إذا ستضعه في سطح ستقوم بتثبيته أولا بالطريقة العالية، ثم ستضعه على سطح مكتبك. بعد ذلك أحبابي في الله سوف نقوم بالتوجه مرة ثانية إلى متصفح البحث جوجل، ثم نقوم بكتابة هوم ستيشن على هذا الشكل، ثم سنقوم بالضغط على الموقع الأول. بعد ذلك سيوجهك لموقع على هذا الشكل، ثم ستضغط هنا على Install Home Station. إذا سوف تقوم بتحميل هذا البرنامج وتثبيته بالطريقة العادية. طريقة تثبيته هي بسيطة جدا. إذا سنضغط على البرنامج مرتين لتشغيله. إذا بعد الضغط على البرنامج مرتين سنضغط على وي، ثم سيعطيك البرنامج واجهة بهذا الشكل. إذا أول شيء سوف نقوم بالضغط هنا على PS1، ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم ستشاهد العديد من الألعاب والتي ستتذكر إن كان لديك هذا البلاي ستيشن. إذا هنا مجموعة من الألعاب. مثلا إن لم تجد لعبة في هذه الخانة هنا، كل ما عليك هو الضغط هنا في تيتل عفوا، ثم قم بكتابة اسم اللعبة. مثلا سأقوم بكتابة اسم لعبة كراش، ثم سنقوم بالنزول إلى الأسفل. ثم مثلا هذه اللعبة أريد تحميلها، كل ما عليك هو الضغط هنا على هذه الأيقونة، أيقونة التحميل، ثم سنقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم نضغط هنا على داونلود. إذا ستقوم بالضغط هنا على داونلود، ثم هنا إن في حالة كنت تريد أن تلعب أونلاين مع الأصدقاء أو الناس، إذا سأضغط على نو، ثم هنا سأختار PSX على هذا الشكل، ثم ستقوم بالضغط أنت على تيليشارجي. أنا سأضغط على جوي لتشغيل اللعبة. إذا في حالة لم تجد اللعبة شغالة، كل ما عليك هو الضغط هنا على ميجو، ثم ستجد جميع الألعاب التي قمت بتحميلها. كل ما عليك للعب في اللعبة هو الضغط عليها بالزر الأيمن للفأرة، ثم تضغط على جوي، ثم هنا ستختار PSX ثم جوي. هنا إن كنت تريد أن تعمل كابتير أو فيديو وأنت تلعب على اللعبة، وهذا يتطلب منك أن يكون الجهاز على الأقل متوسط. إذا سأضغط أنا على نو، ثم سيقوم البرنامج بالاشتغال. وكما تشاهدون
كما قد لاحظتم فاللعبة تشتغل. ولو كان الجهاز أو حاسوبك غير قادر على تشغيل الألعاب، فكل ما عليك هو تحميل هذا البرنامج وتشغيل جميع الألعاب عليه. تشاهدوننا أحبابي في الله، فاللعبة شغالة. إذا هذه الألعاب كثيرا ما يلعبها الجيل الذهبي كما يقال. إذا كما لاحظتم فاللعبة شغالة، وأتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالزر لايك، وأيضا وضع تعليقاتكم المشجعة، وأيضا استفساراتكم. وكل ما عليكم هو الدخول إلى مدونتنا محترفي النت وزيارة المدونة، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب للتشجيع على مزيد من العطاء. أشكركم على طيب المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.